بعد أن تداول نشطاء المنصات الاجتماعية صورا لها في فبراير الماضي، تمكن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالمغرب مؤخرا من تحديد مكان صخرة تيفيناغ التي تعود إلى ما قبل مجيء الإسلام. وأوضح المعهد في بيان صحفي الجمعة أن فريقا علميا من الخبراء والباحثين عثروا على صخرة تحمل حروف تيفيناغ بإقليم سطات جنوب الدار البيضاء، خلافا لما تمت الإشارة إليه سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها توجد بمنطقة الولجة سيدي عابد بإقليم الجديدة التي تبعد بحوالي 100 كيلومتر عن سطات. وبحسب معطيات البيان فإنه تم الكشف عن الصخرة ونقلها إلى مكان آمن بغرض الدراسة والتوثيق، بينما ذكر بيان سابق بعد فحص صورها أنها شاهد قبر يحمل نقيشة جنائزية عبارة عن سطر عمودي ومكتوبة بالحروف الليبية، مضيفا أن النقيشة المذكورة تنتمي إلى الحقبة القديمة السابقة على مجيء الإسلام. وكان الأستاذ بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالمغرب عبد العزيز الخياري والذي قام بفحص لصور الصخرة قد أوضح أنه يشتغل على الكتابة الليبية منذ 20 سنة، ومن خلال دراساته توصل إلى أن هذه النقوش لها أبجديات تم استعمالها في تواريخ ومناطق مختلفة. وتابع الخبير المغربي في تصريح سابق بأن معرفة هذا الحجر عبارة عن نقيشة كان اعتمادا على دراسة واستنادا إلى نقوش أخرى توفرت على نفس الخصائص وتبدأ بنفس الطريقة، وهو سبب قولنا بأنها نقيشة جنائزية لقبر، مرجحا أنها تحمل اسم المتوفي. وأفاد الخياري بأن حوالي 50 إلى 60 نقيشة جنائزية مماثلة تم العثور عليها في بداية القرن العشرين كانت مع قبور، مما يوضح أنها عبارة عن شواهد قبور، ومنها ما يرجع إلى الفترة ما قبل الرومانية.